ببداية الفيلم منشوف بنت اسمها ماكنزي بحقل ذرة، وبتكون هنيك لأنها بحاجة المال، وبتسمع شخص عم يبكي فبتلحق مصدر الصوت، وبتشوف مرة هنيك لابسة ثوب أبيض. بتخاف ماكنزي لما بتشوفها وبتحاول تطلع من المكان، بس فجأة بتوقع وبتلاحظ إنه المرة عم تطلع فيها، فبتخاف كتير وبتحاول تهرب، بس المرة بتضل تطاردها. بس بالأخير بتتمكن ماكنزي من الخروج من الحقل. بعدها منشوفها ببيت ليز، وبتكون اجت لتعمل مقابلة عمل لمجالسة بنت ليز الصغيرة باتان. ولما بتكون عم تعمل جولة بالبيت بتخبرها ليز عن الأبو، وبتقلها إنه محظور ومدفوت عليه لأنه قيد الإنشاء وما له آمن. بهذا الوقت بيرن موبايلها، فبتروح لتحكي المكالمة مع والدها. بهذا الوقت بتكون ماكنزي عم تطلع على صورة ليز، وبتسكر باب الأبو فجأة، وبيرجع بينفتح الباب تلقائيا لحاله، فبتخاف ماكنزي. ولما بتكون بدها تغادر بتجي ليز لهنيك، وبتخبر ليز إنه الباب انفتح من شوي، فبتقلها ليز بإنه عادة بيكون مغلق. وبالليل لما بتكون ماكنزي نايمة ببيتها مع صديقتها كامي، بتحلم إنها بمنزل ليز، ولما بتصحى بتلاقي باب غرفتها عم يفتح لحاله، فبتحاول تصحي كامي بس كامي ما بتفيق، لهيك بتقوم لحالها لتشوف الباب. بهذا الوقت بتصحى كامي وبتخبرها ماكنزي إنه الباب انفتح لحاله، فبتقلها كامي إنه يمكن أبوها فتح الباب، وبتطلب منها تسكره. بهذا الوقت بتلاحظ ماكنزي خطوات بالدم على الأرض، فبتخاف كتير وبتسكر الباب فجأة، فبتستيقظ كامي كمان. وفجأة بيفتح والد ماكنزي الباب وبيسألهم إذا فيهم شي، وبتلاحظ ماكنزي إنه الخطوات اللي على الأرض اختفت. تاني يوم بتتصل فيها كامي وبتسألها إذا لساتها عم تشتغل بمجالسة الأولاد، لأنه منزلهم مسكون وإنه ممكن يتبعوها على البيت ويخوفوها. فبتسألها ماكنزي كيف عرفت إنها هنيك ومالها بحقل ذرة، فبتخبرها إنهم عم يقولوا إنه هنيك في مرة تيابها بيضة عم تطاردها، تشبه بنت انفقدت بالثمانينات، وإنه تم التضحية فيها مشان الشيطان، وإنه هيد سمواريز انتحرت هنيك، وفي رجال انطعن هنيك، لهيك بعدها أغلقوا الطريق. بعدها منشوفها ببيت ليز، وقبل ما تمشي ليز بتخبر ماكنزي إنهم بيتركوا النوافذ مفتوحة بالأبو بالليل، وأحيانا بيكون هنيك في ضجة لأنه البيت قديم. وبعد مغادرة ليز بتسأل باتون ماكنزي إذا كانت بتعرف إنه هذا البيت مسكون. ماكنزي بتاخد حكيها بالمزح وبتقلها إيه. بعدها لما بتكون ماكنزي وباتون عم يحكوا سوا، بتخبرها باتون إنهم انتقلوا لهون من شهر، لهيك هي هون ما عندها أصدقاء، فبتشجعها ماكنزي وبتقلها إنهم هلأ هي صديقتها وإنه رح يستمتعوا الليلة. بعدها بيصيروا يلعبوا سوا ويتسلوا، وخلال هالشي منشوف سيدة حقل الذرة عم تراقبهم. بعدها بيصل عامل توصيل الطعام لهنيك وبيترك علبة الأكل عند الباب، ولما بيرجع بيطلع بسيارته منشوف سيدة حقل الذرة بالمقعد الخلفي، ولما بينتبه لها بتهاجمه وبتضربه وبيفقد الوعي. بهذا الوقت بتسأل ماكنزي باتون ليش انتقلوا، فبتقلها بأنهم اعتقدوا إنه بيتهم القديم كان مسكون، بس هي ما شافت أي شي، بس والدتها صارت تشوف شغلات، وإنه كانت تخاف من شي وصارت تنام بغرفتها وصارت حذرة كتير. وبتقلها إنه بمرة لما رجعوا على البيت بوقت متأخر من بيت صديق والدتها السابق، كانوا عم يسوقوا السيارة بمكان بالغابة على طريق هيرلي بونت، وهي كانت نايمة بالمقعد الخلفي، ولما صحيت ما كانت أمها بالسيارة، فنزلت من السيارة لتدور عليها وفاتت على الغابة، ولقت شغلات غريبة وكتاب مكتوب عليه باللغة الهندية، فصارت باتون تلتقط لهم صور. بهذا الوقت بتصير تسمع صوت أنثى الشيطان حولها، فبتخاف كتير وبتحاول تهرب من هنيك. بعدها بتلاقي أمها وبتخبرها باتون إنها صحيت بالسيارة وبعدها نزلت منها، فبتعتذر منها ليز وبتقلها إنه ما كان لازم تعمل هيك. وبنرجع لباتون وماكنزي، وبتقلها باتون إنه والدتها كانت مختلفة بعدها وكانت خايفة من شي، وإنه حتى لما ما بتكون خايفة غالباً بتكون بمكان تاني. وبتقلها إنه حتى البيت صار مختلف بعد هالشي، وإنه الجو كان على طول بارد وكانت تسمع شغلات. فبتسألها ماكنزي إذا لسه معها الصورة يلي التقطتها بوقتها، فبتورجيها باتون الصورة، ومنشوف أحداث من الماضي لما بتكون ليز راجعة على بيتها وبتكون عم تحكي مع باتون الموجودة ببيت جدها. بس فجأة بتلمح باتون بالحمام بشكل مخيف وبتنصدم، بس لما بترجع بتطلع بتلاقي هنيك بعض الأغراض والكتاب وسكين مرمية، فبتحمل ليز السكين وبعدها بتسمع صوت أنثى الشيطان وبتشوف سيدة بالمراية، فبتندار وبتحاول تهاجمها، بس بتكون وراها صديقتها هايلي وبتخبرها أنها اتصلت فيها قبل ما تجي، وبتقلها أنها سمعت بأنها بعدت وصار لها 3 أسابيع ما شافتها. فبتقلها ليز إنه رجعوا لأنه المكان التاني ما زبط. بعدها بتخبر ليز هالي عن الليلة اللي شافت فيها مرة هربت من الغابة، فتركت باتون نايمة بالسيارة وطلعت لتنقذ المرة، بس ما قدرت تلاقيها، بس شافت هنيك مزار غريب، وبالرغم من إنها ما قدرت تلاقيها بس كانت متأكدة بإنها ما لها لحالها هنيك، وحست إنه في حدا عم ينتظرها وبتكون حاسة فيه هلأ. وبتقلها إنه كل مرة تقريباً لما بتطلع من الشباك بتحس إنه في شي غريب بالخارج أو بالغرفة معها. فبتقلها هايلي إنه هنن عم يفكروا بطريقة غامضة، وإنها مرت بالكتير بحياتها بس كان لازم تقاتل لحماية بيتهم من التهديدات الحقيقية، لهيك هي بتعتقد بإنه كل حدث أدى لتفاقم هالشي، وإنه ممكن هي تعبانة وقلقة بسبب الكوابيس أو الهلوسة.
فبتسألها ليز شو مشان خوف بيتون الليلي، وإنه كيف ممكن تفسر قلقها واستيقاظها بنص الليل واضطرارها للعثور عليها بالغابة ورا بيتون أو بالخزانة. فبتقلها هايلي إنه بيتون بتحس بيلي عم تمر فيه، وبتقترح عليها إنه تشوف شخص يساعدها أو تاخد شي يساعدها. فبتقلها ليز إنها بتعتقد بإنه لازم تواجهها وتعرف شو بدها، وبتقلها إنها بتعرف بإنه بدها بيتون، بس أكيد في شي تاني بيقدروا يعملوه. ومنرجع للحاضر ومنشوف ماكنزي عم تقرأ الكتاب المقدس لبيتون، وفجأة بتصحى وبتلاقي حالها وسط الغابة، وبتصير تسمع بعض الأصوات هنيك وبتشوف ظل شخص، فبتخاف كتير وبتحاول تتخبى. بعدها منشوف السيدة حاملة جثة على عربة وبإيدها في منجل، فبترجع ماكنزي على بيت ليز وبتاخد سكينة وبتتحقق من إنه بيتون نايمة بغرفتها. بهذا الوقت بتسمع شخص عم يتقرب منها، فبتتخبى بالحمام وبتشوف المرأة عم تتحقق من بيتون، وبعدها بتغادر المكان. ولما بتطلع ماكنزي فجأة بتهاجمها المرأة، بس بتتمكن ماكنزي من الركض للطابق السفلي مشان تتخبى، وبتلاقي شاب توصيل الطعام أيضا هنيك، وبيسألها إذا معها موبايل أو إذا بتعرف وينهم، وبتقله ماكنزي إنها لازم تروح، وبتخبره إنها رح تطلب المساعدة وترجع. بهذا الوقت بيصيروا يسمعوا ضجة وبتتخبى ماكنزي. بعدها بتجي المرة لهنيك وبيقلها أيضا إنه الناس رح يدوروا عنه، ولما بيحاول يهرب بتهاجمه السيدة وبتقطع له راسه بالمنجل وبتجمع دمه بوعاء. ولما بتشوف ماكنزي هالشي بتخاف كتير وبتحاول تهرب، بس بتلاقي إنه باب الخروج مقفول، والسيدة بتجي من وراها. وبعدها بتصحى ماكنزي فجأة من نومها وبتلاقي حالها بغرفة نوم بيتون. بهذا الوقت بتدخل ليز على الغرفة وبتقلها ماكنزي إنها كانت عم تقرأ لبيتون ونامت، وبتسألها إذا كان فيها تنام هون على الأرض. تاني يوم بتكون ماكنزي ببيتها وبتجي كامي لهنيك وبتسألها إذا سمعت الخبر، فبتخبرها أنها يمكن ما كانت عم تحلم الأسبوع الماضي بعد كل شي. وبتنصدم ماكنزي لما بتشوف إنه سيارة أيدن تم اكتشافها هذا الصباح واقفة على الطريق المؤدي لنهر ويتن. وبتقلها كامي إنه إذا ما كان هذا حلم فممكن تكون بيتون وأمها بخطر. فبتخبرها ماكنزي إنها عم تشتغل على الكتاب يلي التقطت لها بيتون صورة وقدرت إنه تترجم جزء منه. بعدها بتروح ماكنزي لعند ليز وبتخبرها عن حلمها، وإنه كمان بيتون خبرتها شوي عن يلي مروا فيه، وبتسألها إذا كانت بتعتقد إنه في شيء أو شخص عم يتبعها بالبيت. فبتقلها ليز بإنها بتعتقد بإنه بيتون مرت بتجربة مرعبة بهديك الليلة، وإنها اتخذت قرار سيء كتير بخصوص تركها بالسيارة. وبتسألها ماكنزي إذا كانت بالأبو، فبتقلها ليز كل يوم، وبتقلها أنها حطت قفل على الباب بالخارج تاني يوم لأنها كانت موجودة هنيك. فبتروح ماكنزي على الأبو وبتلاقي درج بيودي على البيت، وبتعرف إنه في شي خطأ. بعدها بتروح لتشوف بيتون يلي بتنبسط كتير لما بتشوفها. وبتجي كمان ليز لهنيك وبتلاحظ ماكنزي إنه ليز في ضمادة على إصبعها، وهون بتعرف إنه ليز هي المرة يلي بترتدي القناع. ومنشوف بمشهد من الماضي وبتكون ليز رايحة للغابة لمواجهة كيان، وبتسألها شو بدها وليش عم تعمل فيهن هيك، وبتقلها تاخد يلي بدها إياه وتبعد عن بيتون، وإنه إذا بدها الدم تاخده منها. بعدها بيظهر الكيان قدامها وبيبلش تتحرك نحوها، الشي يلي بيخلي ليز تخاف كتير. وبعدها بتمسكها من رقبتها وبينقطع المشهد. وبهذا الوقت بتلاقي هايلي سيارة ليز على الطريق، فبتروح على الغابة لتدور عليها، وبتلاقيها قاعدة قدام أشياء غريبة، وبتخبرها أنها بحاجة للمساعدة مشانها ومشان بيتون، وبتقطع حلقة بساطور. وبالعودة للحاضر بتخبر بيتون ماكنزي إنها كانت تقلها كل ليلة من وقت ما هي قالت لها، وما عاد عنت من كوابيس من وقتها. فبتقلها ماكنزي إنها البداية وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.